السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة اخترنا لك مع نودي. فضلا وليس أمرا، لو عجبك الفيديو لايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس علشان أي حاجة جديدة أنزلها توصلك بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض صينية الكنافة بالكاسترد اللي زي القمر دي، والله تتاكل أكل. يعني أنا مش بحب أحلف، بس انتي جربيها واحكمي انتي بنفسك. بصوا بعد ما قطعتها يا ولاد أخدت حتة. بصوا الكاسترد جواها سايح ودايب، حاجة كده عظمة، شبه اللي انتي بتشتريها من المحلات. ورمضان اهو، كلها كام يوم ورمضان يشرف. احلى ايام في السنة واحلى شهر في السنة، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات يا رب على الأمة الإسلامية والوطن العربي كله جميعا بإذن الله. الكنافة والقطايف بيحتلوا المركز الرئيسي في رمضان. يلا مع بعض نشوف المقادير والخطوات. هنا معايا إن شاء الله نص كيلو كنافة بما يعادل 500 جرام. ملحوظة ومعايا هنا كوبايتين لبن، هقولك ليه. ومعايا هنا انا اسفة معلقتين كاسترد. ومعايا كوباية زبدة او سمنة على حسب الموجود عندك. ومعايا معلقتين سكر. ومعايا 3 معالق سكر بودر. اول حاجة هنعملها ان انا هعمل الكاسترد واسيبه يبرد شوية، يعني ما ينفعش تحطيه سخن في الكنافة. هنا معلقتين كبار كاسترد قصادهم كوبايتين لبن عشان يطلع معاكي مظبوط باذن الله. وما تحاوليش وهو على النار تعمليه كتير عشان ما يتقلش منك وبعد كده هينشف شبه الحجره ولا هينفع. خير الامور الوسط. هنا حطيت معلقتين الكاسترد وهقلب. طبعا انا حطيت معلقتين السكر معاهم بس ما جبتهمش في التصوير. وهطلعهم على النار. يبقى بالاول حاجه حطيت كوبايتين لبن مع معلقتين كاسترد ومعلقتين السكر وتقلبيهم على البارد، وبعد كده تطلعيهم على النار. واول ما تحسي ان السمك بتاعه بدأ يتقل شويه، يعني ما تخلوش تقيل قوي، مناسب يعني وسط كده، تروحي منزلاه من على النار وسايباه يبرد زي القوام كده. القوام ده مناسب جدا، ولا هو سميك قوي ولا هو رفيع قوي كده، مظبوط. ونقلته هنا في طبق تاني وهسيبه يبرد عشان الكنافه تطلع معاكي مظبوطه. يا اما تجيبيها قبليها بيوم وتحطيها في الفريزر زي ما انا عملت عشان تتكسر معاكي بسرعه، او لو ما عندكيش وقت تضربيها في الكبه بس ما تطحنهاش، يعني تكسريها تكسيره بسيطه كده، او في الخلاط. انا جبتها قبليها بيوم وحطيتها في الفريزر، وهبتدي اكسرها عشان تتكسر معاكي بسرعه. اهي وريتها لك بعد ما كسرتها. احط عليها 3 معالق سكر بودر. ليه السكر البودر؟ عشان يخليها لك متماسكه، ولما تيجي تحطيها في الصينيه تبقى نايمه كده، مش حته طالعه او بواقي طالعه، يعني شكل الصينيه بيبقى مظبوط. وكمان بتتماسك في بعضها، ما بتطلعش من بعضها وهي في الفرن. طريقه الحلوانيه او الحلواني بيعملها بالطريقه دي. لازم تحطي سكر بودر 3 معالق على حسب الرغبة، يعني خليكي السكر يكون قليل لان لسه ليها شربات. انا كنت عاملة الشربات قبليها، والشربات بيبقى يا كوبايتين سكر قصادهم كوبايتين مية، يا اما كوباية سكر قصادها كوباية مية. فانا بحب كوباية سكر قصادها كوباية مية، مش بحب السكر يكون كتير. وبتحطيهم على النار من غير ما تقلبيه، واول ما بيغلي بتروحي ضايفة عليه عصرتين ليمون بما يعادل معلقة صغيرة ليمون. هنا حطيت عليها السكر، دوبت السكر في الكنافة، وبعد كده هنزل بكوباية الزبدة او السمنة. لو المتاح عندك سمنة حطي، المتاح عندك زبدة حطي. وهقلبهم في بعض لحد ما تبقى شبه العجينة كده متماسكة ببعضها. وطبعا انا هجيب الصينية بتاعتي دهنها زبدة من تحت، لازم تدهني الصينية بتاعتك زبدة. وبعد كده بتكوني انت طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 170 180 في الرف اللي في النص، لان هي ما بتاخدش وقت كتير في الفرن. هبتدي بقى ارصها بشكل متساوي. بصي لما بتكسريها، حركه ان انت بتحطيها في الفريزر قبليها بيوم بتفرق معاكي، تديكي الشكل المستوي كده، شبه زي ما بتكوني بتعملي البسبوسه والحاجات دي، بيبقى شكل مستوي كده. ولما بتطلع من الفرن بتبقى الصينيه كلها واخده تدويره واحده. هكمل انا بقيه الصينيه واوريها لك. هنا اول طبقه بعد ما خلصت، هبدا ان شاء الله احط دلوقتي الكاسترد. يعني على قد ما تقدري بالراحه، ما تضغطيش
عشان الكاسترد لما تحطي الطبقة التانية من الكنافة ما يطلعش من النص او من الجوانب. يعني ايه، على قد ما تقدري كده افردي بالراحة. ولو متوفرة عندك الاسباتشولا اعملي بالاسباتشولا بتوفر عليكي، ولو ما فيش اعملي بمعلقة. انا هفردها دلوقتي. بمسح يا ولاد، انا بحب اشتغل على نظافة. كلنا طبعا كده، مش انا بس يعني، كلنا ما شاء الله علينا، مفيش واحدة بتحب تشتغل والمكان اللي هي واقفة فيه مش نضيف. كلنا ستات شاطرة ما شاء الله علينا. هنا هفرد الكاسترد وبعد كده هروح حاطة الطبقة التانية من الكنافة. جربيها بطريقة نودي وان شاء الله تطلع مظبوطة معاكي، وهتعتمديها كطبق رئيسي للحلويات في رمضان بإذن الله، بس بطريقة نودي. هنا وزعت، هبتدي بقى انزل بالطبقة التانية من الكنافة. تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، قناة اخترنا لك مع نودي. اللي يجربها وتعجبه يا حبايبي بالهنا والشفا. هبتدي بقى ارص على قد ما تقدري، يعني ايه، خلي ايدك خفيفة كده عشان الكاسترد اللي تحت ما تدخلش كلها في بعضها. بصي بعد ما سويت الصينية كلها بشكل متساوي، بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 170 او 180 في الرف اللي في النص. وبتكوني قبليها انت محضرة الشربات. ملحوظة، الكنافة ما ينفعش معاها الشربات يكون سخن، لازم حاجة واحدة بس اللي يكون سخن. يعني الكنافة طالعة من الفرن يبقى الشربات قبليها بارد، يعني انا عاملاه قبليها وسبته يبرد. ما ينفعش الكنافة والشربات يكونوا سخنين، مش زي البسبوسة. هي الكنافة بتبقى هي اللي سخنة والشربات بارد. وبعد كده بتغطيها لو عايزاها تبقى طرية معاكي بتغطيها. انا بعد كده جبت جوز هند وزبيب، زوقتها يعني للشكل العام والمنظر. بهز الصينية يا ولاد عشان الشربات يدخل في الصينية كلها. حطيت زبيب وحطيت جوز هند، ولو مش متوفر عندك حاجة هي مش محتاجة حاجة. وبالهنا والشفا يا حبايبي اللي يجربها وان شاء الله هتعجبكم. بصوا الطعامة عظمة. وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي.